أكلتنا لليوم مجدرة. هاي الأكلة القديمة والتراثية عنا بلبنان، بتجنن، كتير طيبة، وهي أكلة الفقير. بدنا عدس، أكيد بننقي العدس من كل شي هيك زوائد، مثلا أوقات بيكون كمان فيهم بحوث. هلأ فرجيكم شو شلنا منهم. اوكي، بنشيلهم بننقيهم كتير منيح، شايفين هاو بتشيلوهن. بكون اوقات في حجار، في اشياء تاني بتشيلوهن. بنرجع بنغسلهم دورين ليصير هيك الماء نظيفة. اوكي، هاي اول دور. هاي تاني دور بنرجع بنحطهم على النار، نغمرهم بالماء شي 3-4 سنتي فوق الماء، بنزيد فوق الماء بس يغلو. بنشيل هيدا الاشياء اللي بتطلع منها الغطوة، بنخلقوا ما بعرف هول الاشياء اللي بيطلعوا منها، بنغطيهم، بنخفف النار ليستووا معنا لحبة العدس. شوفوا هون كيف صارت معنا حبة العدس. هنا عنا هون كبايتين من العدس، بنحط فوقهم، بنرجع بنغسل ربع كباية من الرز المصري. اوكي، هون استوت معنا العدس، بدها شوي، لا استوت منيح. بنحط ربع كباية من الرز المصري، نتركهم لمدة 10 دقايق. بنهرم 3 حبات من البصل، نقليهم بنص زيت زيتون ونص زيت نباتي، ونحط لهم رشة ملح. بس يصيروا هيك بهيدا اللون بنحط عليهم ربع كوب من المي، نحركهم ونخليهم ليصيروا ما نحن بهيدي المرحلة بدنا نكرمل البصل. اوكي، ليصيروا معنا هيك هيدا اللون الذهبي الحلو، يعني نحن هيك كرملنا البصل. بنشيلهم نحطهم فوق العدسات استووا، نخلطهم بالهاند بلاندر. بس يصيروا هيك يعملوا هيك يفقفقوا هيك بهيدا الشكل، بنحط اخر شي الملح. حطوا ملعقة من الملح وحركوهن، ورجعوا طفوا النار لانه بطرطش بس تحطوا ملح. اخر شي حطوا الملح. عملوا صحن سلطة معهم قبالهم، هيك بتكون النتيجة بتجنن. جربوها وصحتين.